دفاع. هنا المرتدة سامر بلال. سامر يلعب كرة طويلة. الآن الجيش يعتمد على الكرات الطويلة. يسجل الجيش بخطأ دفاعي. يبدأ ويسجل حمادكو هنا يعطي التقدم بغلطة من جانب المدافع المهاجم. نعم هنا حمادكو اللي كان عنده حس التوقع وأن المهاجم أو المدافع السام يخطأ في هذه اللقطة. نعم هنا استغل الكرة، لما ييأس لم يستسلم حمادكو، وهدف أول لمصلحة فريق الجيش السوري. هدف مقابل لا شيء. حارس المرمى، كانت الكرة أقرب لحارس المرمى. محاولة للوحدة السوري، كرة عرضية وخطيرة، وهدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 88 بضربة رأس يرتقي ويظهر محمد حمادكو في المباراة ويقول أنا موجود. يرتقي ويعتلي بضربة رأس ويناطح السحاب ويضع بطاقة التعادل. صورة سيلفي طبعا، صورة سعادة ما بعدها سعادة. هدف في وقت قاتل في الدقيقة 88 يقترص بطاقة التعادل فريق الوحدة السوري. كرة عرضية جميلة اتعملت نموذجية وسط حراسة المدافعين من فريق الوحدات الأردني. يرتقي محمد حمادكو بضربة رأس، نجم والله لاعب كبير، هو من أفضل اللاعبين في المباراة في فريق الوحدة السوري. يرتقي بضربة رأس ويضع ويقتنص بطاقة التعادل. ادي العادة امامنا، والصورة قدامنا، بيعدي بمنتهى المهارة وأسامة عمري بيلعبها عرضية نموذجية، لكن التمركز الدفاعي خاطئ من لاعبي فريق الوحدات الأردني. ويا سلام يا سلام يا عمري، أسامة عمري بيعدي بمنتهى المهارة من اثنين ويلعبها نموذجية وارتقاء، ولا أروع من النجم محمد حمادكو اللي بيقتنص بطاقة التعادل في الدقيقة 88 ليقتنص الوحدة السوري هدف تعادل، وقريب من اقتناص نقطة تعادل غالية وثمينة تماما في هذه المباراة. ادي الإعادة امامنا، كرة جميلة جدا اتعملت عرضية نموذجية من أسامة عمري. مصفاة بنياس والوحدة اللي عم نشوف الآن. طبعا هنا الهدف الأول لفريق الوحدة كابتن أحمد، يعني حتى نتيجة مباراة الوحدة مفاجأة كمان، مفاجئة طبعا. هلا يعني مع احترام لفريق المصفاة، تتذكر نحن شو حكينا بالبداية طبعا بالبرامج قبل بطولة الدوري، انه جميع الفرق مستواها متقاربة كثير من بعض. في فرق عندها استقرار، عندها استقرار افضل، تدريب افضل طبعا، بس انا عم بحكي على مستوى اللاعبين. مستوى اللاعبين بصراحة بين افضل لاعب بالدوري السوري هلا حاليا وبين اي لاعب اخر ما في فوارق فنية كثير كبيرة طبعا. بس الشيء الايجابي انه في فرق عندها استقرار، عم تتدرب بشكل جيد، عم تشارك مشاركة خارجية طبعا، مثل فريق الجيش والوحدة اللي شاركوا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وبس كلياتنا بنعرف الدوري عنا عم يلاقوا صعوبة هي الفرق طبعا. نعم. لانه عم يكون روزنامة الدوري وجدول الدوري هنا هدف التعادل، يعني صعب كثير على الفرق. يعني عم نشوف يعني فريق ما عم يلعب ما عليه ضغوط ابدا، فريق نعم. متاخر الترتيب، استعداداته كانت قليله كثير،
وهدف اجى من حاله تكتيكيه كثير جيده طبعا. اخراج الكره على طريق الطرف اللي عم يكون احد الحلول الجيده. شوف التمرير شلون يبين انه اللاعب ما عليه ضغوط، لاعب حابب يلعب وما حدا مطالبه بنتيجه انه تنزل تربح ضد الوحده، بس نزلوا قدوا مباراه جيده على مستوى عالي، وكره عرضيه على مستوى عالي للمتحفز اللاعب عمر ديار بكري اللي قطع مباشره على العارضه الاولى وحسن يسجل باقتدار بمرمى طه موسى. طبعا فريق ما عليه ضغوطات، فريق نازل يعني صحوه متاخره فينا نقول لفريق المصفات، لانه كان بعيد عن فورمه المباريات، لياقه المباريات كانت غايبه عنده، صار له حوالي شهرين ما لعب مباراه وديه او رسميه. فريق مصفات بانياس لياقه المباراه غايبه تماما، وقف كثير. كمان هدف كمان خطا كمان عمر ديار بكري خطا بالتمركز كثير كبير عم يكون شفناه من مدافعين لاعبين نادي الوحده. مشكله نادي الوحده هذا الموسم انا تابعتها بكذا مباراه، طبعا وقوف اللاعبين بالحالات الثابته اللي عم تكون ضد فريق الوحده عم تكون سيئه. عم نشوف في كثافه عدديه من لاعبين نادي الوحده، بس ما في مان كمان عم نشوف. هنا الهدف الثاني لمحمد حمد التعادل. نعم طبعا الكرة، الهدف الثاني محمد حمدكو، نشاهد فيه الإعادة البطيئة هذا النجم، هذا اللاعب الهداف، والذي دخل داخل منطقة الجزاء، والذي حول كرة رائعة وجميلة إلى الزاوية البعيدة، إلى الزاوية اليمنى لمرمى شيفان الأوسي. نشاهد في الإعادة البطيئة وهذه التسديدة الفنية الرائعة والجميلة، يرتمي إليها شيفان الأوسي، ولكن الكرة تعانق الشباك قبل أن يصل إليها شيفان في الدقيقة تماما. كرة، كنا نتابع اللاعب رقم 7 ولكن بغفلة عنا الشرطة يقلص الفارق بهدف رائع وجميل سنشاهده في العادة البطيئة من تسديدة داخل منطقة الجزاء، واستقرت عن يسار الحارس أحمد مدني الذي ارتمى إلى هذه الكرة، ولكن الشرطة يقلص الفارق من خلال هذه الكرة المرتدة من الدفاع والمسددة عن يسار لفريق الوحدة على حدود جزاء الشرطة. تلعب الكرة بالعار وجول! جول 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 جول! الله الله، يعني ولع الملعب هون في ملعب تشرين، وحنشوف من صاحب الهدف لأنه القبولات يعني على خده حمدكو، محمد حمدكو. حنشوف ونتأكد رقم 10 ولا لا هو صاحب الهدف، هو الهدف الأول في هذه المباراة. إذن الحمدكو رقم 10، وكرة جميلة ورائعة وهوب على اليمين طارق. كرة إلى الأمام مع اللاعب محمد أكاد، وصل مع محمد حمدكو في الجهة اليمنى، تسديدة كذلك تأتي وجول، جول أول في اللقاء، أول أهداف اللقاء لصالح الجيش السوري يأتي. إذن تسديدة قوية تصدى لها نوري صبري في البداية، لكن فلتت من يده، تحولت إلى الشباك من خلالها الهدف الأول لصالح الجيش السوري. شاهد من جديد لقطة الهدف الماضي والتسديدة القوية على يمين حارس المرمى، تسديدة اللاعب محمد حمدكو من خلالها هدف التقدم، الهدف الأول. إذا لدينا هدف دون رد لصالح فريق الجيش.